مسا سترايكرز، يلا بينا على مصر واسبانيا. من لا يقفز فهو مسلم. دي الجمله العنصريه اللي اتقالت من جمهور اسبانيا قدام المنتخب امبارح، ومش اثرت في المنتخب عشان لعبتنا اصلا بتفهم عربي بالعافيه، على قد ما اثرت في اهم لاعب في اسبانيا وهو يمين يامال. وحتى بعد الماتش ما راحش للجمهور ولا سقف له ولا سلم عليه. الحركه الحقيره دي كل الاعلام الاسباني كان واقف ضدها، وكمان مش الاعلام الاسباني بس، بدري والاعلام ويمين يامال وكل اللعيبه انتقدوا الحركه دي. وخلينا بقى ما نطولش فيها ونخش بقى على الشوط الاول وحلاوه الشوط الاول. بما اننا اتكلمنا على الشوط الاول لازم نقول اهم اتنين، ولازم نديهم تعظيم سلام والتحيه للكابتن احمد فتوح، اللي لو كان راح الجيم بس واهتم بمستقبله كان زمانه احسن باك شمال في مصر، وهو حاليا احسن باك شمال في مصر واحسن باك شمال في افريقيا. باللي بيعمله في الماتشات الكبيره، الراجل ده ما بيهبش الماتشات الكبيره، ودي اهم حاجه في احمد فتوح. اللي هو بيعمله قدام يمين يامال، احسن وينج او احسن لاعب في العالم حاليا، واقف على رجله، مهاري، بيصنع لعب، بيستلم الكورة، كعوب شغال، مهارات شغال، واحد واثق من نفسه 100%، واقف قدام احسن لعيبة واحسن جبهة في منتخب اسبانيا اللي هو كان فيها بيدرو بورو وكمان يمين يامال. هخلص بس وجاي لك على طول، 5 وجاي. بما اننا اتكلمنا على احمد فتوح، كمان ما ننساش دور اسلام عيسى اللي كان بيساعده على طول وكان بيرجع معاه. اسلام عيسى المعلم عبد العزيز النص اللي اختاره حسام حسن، ونتمنى له السلامه، الف مليون سلامه عليه. الاخبار بتقول ان هو جاله صليبي، والحمد لله ان هي جت على قد كده، وان شاء الله يرجع لنا بالسلامه. الراجل التاني اللي احنا لازم نشكره هو المعلم الباشا الاستاذ عمي وقريب نوير. ايوه نوير كان بيقول له يا عمي، اللي هو اوفا مصطفى شوبير. يا جماعه مصطفى شوبير امبارح عمل كميه تصديات، يعني انا شفت الاداء لحارس مرمى مرتين قبل مصطفى شوبير في ماتش واحد بنفس الاداء ده. كان عصام الحضري قدام ايطاليا، ومحمد الشناوي في 2018 في كاس العالم قدام الاوروجواي. الاتنين دول، ومصطفى شوبير امبارح كان عامل نفس الاداء التاريخي ده. باختصار شديد جدا، ان الشوط الاول انت كنت ماشي بمبدأ هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتشوط كوره هشوط كوره، مع اننا احنا الاخطر بكره مرموش اللي جت في العارضه، كوره مهند لاشين اللي اتشاطت، وكان ديفيد رايا كان في اول الماتش مش عارف كان متوتر ليه وكام كوره غلط فيها، بس انت كنت الاخطر، كنت الاقرب، كنت مستحوذ على خط النص. الا لو ما دخلت الشوط الثاني وحصلت التغييرات. الشوط الثاني بقى نزلوا الزرازير، معلم رودري، معلم فيرمين لوبيز، معلم بدري. خط النص يا باشا ما كانش حد بيعدي، اللي كان بيعدي كان بيدعي دعاء السفر. صحراء صحراء، خلوك مضغوط طول الشوط الثاني ولا كأنك مضغوط من مديرك. لا يا راجل، لا يا راجل، لا لا، ايه اللي يحصل ده؟ ايه ده؟ مش ممكن. قوم الكابتن بقى حسام حسن يعمل ايه؟ لقى ان الرجاله كلها نزلت ونص الملعب هيتاخد منه، قام عمل تغييره جامده جدا. راح ساحب امام عاشور وراح منزل محمود حسن تريزيجيه ومحمود صابر. قال يعني كده ايه؟ بيمسك الملعب. يعني تصعير غير مبرر من كابتن حسام حسن، وقال لك خلاص ده ماتش حقيقي ومش ودي، وبص لازم اكسبه او لازم على الاقل اخرج بتعادل. نيجي بقى الناحيه الثانيه لابو الغضب اللي صعد تصعيد غير مبرر، كابتن حمدي فتحي. ايه يا اسطى؟ يا اسطى الموضوع مش مستاهل والله كل الكلام ده. ماتش عادي وانت مشدود زياده عن اللزوم. عملت ماتش عالمي، وياسر ابراهيم كان راجل، محمد هاني، كل اللعيبه بصراحه ادت اللي عليها، مهند لاشين اللي عمل فعلا ماتش كبير. في اخر الشوط هو كان بيجيب اخره، اللعيبه كلها وقعت بدني، بس ايا كان، لا انت عملت ماتش كبير، مهند لاشين من نجوم المباراه. ونتكلم بقى بجد شويه عن كابتن حسام حسن، هو فعلا عامل فريق كبير. انت لعبت قدام المصنف الاول عالميا، ما تهزتش، اللعيبه واثقه من نفسها. كان مصطفى شوبير بعد الماتش اتكلم بصوره كبيره ان احنا نفذنا تعليمات كابتن حسام حسن، اللي قال فيها ان احنا مش جايين ان احنا ندافع وان احنا هنسيب الكوره، لا احنا هنضغط وهنلعب اللعب بتاعنا. طبعا فرق الامكانيات كان واضح وفرق الامكانيات كان كبير. هيثم حسن
باختصار هو ما عملش اي حاجه في الماتش اللي فات. انا كنت مستني ان هو كان يبدا، وكنت مستني ان هو يأدي. زيزو حاول على اكتر من كوره بس برضه ما اداش بالصوره المطلوبه. بس كابتن حسام انا مش عارف ايه الانتقاد اللي دايما بيتوجه له. انا حاسس ان هو لو كان خد كاس العالم هيتقال له انت برضه واخد كاس العالم مش باداء مش عارف ايه. في حاجه زي ان انت في مرمى الانتقاد على طول كابتن حسام حسن، مش عارف ليه، مع انه فعلا المنتخب من احسن الماتشات اللي الواحد اتفرج عليها. يا جماعه اسبانيا بقى لها تقريبا حاجه و20 ماتش 27 ماتش بلا هزيمه، عامله سلسله انتصارات متتاليه، اقوى فريق في اوروبا، اقوى فريق في العالم. فطبيعي ان انت تقف في مناطقك وتستقبل كوره وتنضغط. بس هو ده باختصار اللي حصل في الماتش من وجهة نظري. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم. تعالي بقى عشان نخلص الموضوع اللي بيننا.